سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا المباشر. اللي غنهضروا فيه على الدعم ديال السكن اللي البارح تطلق في البلاتفورم ديال وزاره السكن. خرجت البارح الوزيره ديال السكنه المنصوره المنصوري، وزيره السكنه والتعمير، قالت بانه البلاتفورم راه تحلت. يعني الناس دابا حاليا اللي كيتفرجوا في هذا اللايف ابتداء من اليوم او غدا او ابتداء يعني من البارح، راه بدي غتقدروا تستافدوا من ديك 10 المليون او ديك 7 المليون ديال الدعم المباشر المخصص للسكن. هذا راه الدعم المباشر المخصص للسكن باش تشري السكنه ديالك. غادي نشرح لك الحيثيات ديالو، غادي نشرحوا غير بعضياتنا بطريقه الخشيبات هذاك المفهوم ديال الدعم هذا باش ما تبقاش عندك داك اللغز في العقل. دابا البارح داروا البلاتفورم متفاهمين حتى هنا مزيان. الوزيره خرجت واحد لايف طوموبيل الحمد لله تبارك الله، الوزيره ما مسالياش كتنقل الله يسخر ليها. طلقات بعدا لايف وقالت لكم بان راه اول واحد حط في البلاتفورم واحد الوليد زعما من الرشيديه كونكوا راه حط البوسي ديالو راه غيستافد من الدعم. مزيان مزيان وبهدوء، تبع معايا بالله عليك. دابا هذاك الدعم انت الا بغيتي تشري الشقه ديالك غتستافد من 10 المليون. راه ماشي كلشي غياخذ 10 المليون. دابا كاين واحد الخلط عند المغاربه اللي كيسمعوا الدعم يقول راه كلشي من حقه يستافد. لا، راه غير اللي خدامين واللي عندهم الامكانيات انهم يشريو الدار، حيت راه هما ملي كيعطيوك 10 المليون خاصك 20 مليون تقلب منين تجيبها. مزيان مزيان. انا نعطيك النقاط اللي غنهضروا فيهم في هذا اللايف بعجاله، عاد نديطاي وحده بوحده. الدار ديال 25 مليون اللي دايره 25 مليون وتاخذ عليها 10 وتخلصها ب 15 ما كايناش. الدار ديال 25 مليون سهلات. الدار عجباتك وبغيتي تشريها وبغيتي تاخذ عليها الدعم وهي ما مبنياش 2023 ما غاتشريهاش، ما يعطيوكش عليها دعم. دابا اسمع الحيثيات ديال الدعم هذا والبروباغندا اللي جاي بها باش نبدا معاك من الاول باش ما نمشيوش مفهوم بالغلط. البروجي ديال الدعم كيفاش هابط من الاول، يعني الفكره ديال الدعم السكن بشكل مباشر فكره زوينه كيفاش هبطات من الفوق. شدوها الناس بداو كيرونوا فيها. انا بغيت نعرف واش من الاول تعطات فعلا مساله ديال ان البيرمي دابيتي ديال لابارتومون غنبدا لكم من الاخر. دابا نشرح لك واحد المساله بسيطه بحال انا انت اللي كتفرج في اللايف انا وياك. عجبتنا واحد الدار دايره 20 مليون وواحد السيد بغا يبيع عليها. حنا بوفريه ولد البؤساء، حنا غير البؤساء مشينا للمدينه القديمه بغينا نشريو ابارتومون. جا واحد السيد قال لنا غنبيع عليكم ب 25 مليون او 20 مليون. من هنا مزيان مزيان غنمشيو عند النوطير وغادي نوجدوا الوريقات محفظه سيدي مزيان محفظه باش تقول لي بعدا باش نصحك في الماركه هذه باش ما نبقاوش نخربقوا بزاف. دار اللي ما كانتش محفظه عدليه ما غاتقدر تدوي عليها والو، حيت كتقول لك الدوله انا كاع ما كنعترف كاع بهذيك العدليه. الدار عدليه انا كتقول ما كنعترفش بها، كنعترف بالدار المحافظه. كيفاش عدليه المحافظه اخي اسرار ما فهمتش. النوطير ما كي اكسبتيش الوراق ديال العدليه، ما ياخذش من عندك اوراق عدليين، كيبغي الوراق اللي كيجيبهم من المحافظه، يعني تكون الارض محفظه او البني محفظ او الشقه محفظه. حتى هنا مزيان مزيان باش تكون محفظه، يعني خارج الاحياء الشعبيه اللي كنعرفوهم اللي كيكونوا فيهم مواشير السكن، يعني الثمن رخيص. هنا غادي تلقاو واحد المساله اللي غتضركم في خاطركم بالله عليك. شنو تيقول لك واش حاقد انت؟ انا رجع لك انا راه ما حاقد. انا اللي دافعني هو انا حاقد على الوضع الاجتماعي. اللي دافعني هو هاد البؤساء مساكن كيبقاو يتخيلوا الدعم وفرحانين بالدعم وغيتحطوا في امر الواقع. راه ملي غتمشي تاخذ ديك الشقه وتمشي محفظه ودايره 20 مليون وتفاهمتي مع مولاها غتمشي تقول راه وليدي ما غنمشي الربا ما غنمشي كريدي، ندبر انا 10 نجيبها من المكان و10 تعطيها لي الدوله نعطيها لهاد البائس وندخل نسكن كبائس. لا مزيان مزيان. مي غتمشي دير هاد الاجراءات كامله غتمشي عند النوطير الدار محفظه وكلشي وبغات تباع ب 20 مليون والدوله تعطيك 10 وانت 10 يقول لك الدوله لا ما غتستافدش. وعلاش الحكومه علاش وزاره السكن علاش فاطمه الزهراء المنصور ما غتستافدش؟ انا مثلا علاش ما غتستافدش؟ بهدوء ما غتستافدش حيت الدار مبنيه قبل من 2023. دار يعني واخا كاينه شقق هنا مبنيين جداد مبنيين في 2023 مبنيين في 2023 لا جداد. مشيتي باش تشري من عنده بايعهم لك ب 30 مليون، يعني عندك حق تستافد من 10 مليون. غتدبر على 20 وغتمشي تدفع الدوسي للنوطير وغيشد عندك الدوسي وفي الاخر غيقول لك لا راه ما غتستافدش من الدعم. وعلاش؟ راه واخا مبني في 2023 ولكن الترخيص ديالهم بيرمي دابيتي في 2022 ما داخلينش في الدعم. علاش ما تخرجوش تشرحوا للمغاربه هادشي؟ شنو الدور ديالكم نتوما؟ ما تخرجوش تقولوا للمغاربه راه ماشي كلشي غيستافد من الدعم وتشرحوا تقولوا اش كي تيديروا لينا دابا في الامور ديال الدعم. انا اللي قلت لك كاوراش ديال الدعم المباشر واعره من الفوق كتهبط عندهم هما كيبداو يطرطيوها على حساب جيبهم على حساب داكشي المقاص ديالهم. قولوا للمغاربه بان الدعم هاشنو فيه، ما ديروش لنا ديك المساله ديال الكريدي راه غتاخذوا 5 المليون وغترجعوها ب 5 المليون وكتلقى لتحت مكتوبه صغيره
ملف غتخلص ملف الدوسي، راه ماشي ربا غير ملف الدوسي. شحال ملف الدوسي؟ 12000 درهم. لا راه 5 مليون غترجعها ب 5 مليون، هذيك 12000 درهم هي ديال الدوسي. راه هادشي اللي درتو المغاربه في الدعم ديال السكن. الدعم ديال السكن هو تطلق، البلاتفورم هي موجوده، وغادي نتمنى نتواصل مع شي واحد في هذه وزاره السكن والتعمير باش يعطينا افادات اخرى وخلاص نشرحها لكم كيف ما غيقولها ليا هو. ولكن انا كنقول لك دابا بالقانون راه ما غتستافدوش من اي حاجه. راه الدار ديال 25 مليون السكن الاقتصادي راه ديجا مدعمه، وراه شايطه لهم واحد 70000 شقه اليوم في المغرب، راه مازال كتباع، يعني راه ما داخلاش في الدعم. بغيتيها سير شراها ب 25 مليون، راه مدعمه من طرف الدوله، مدعمه البروموتور المنعش العقاري، انت ما غتستافدش منها. والدار اللي مبنيه ب 2022 واخا ماشي سكن اقتصادي ب 30 مليون ما غاتستافدش، حيت هما قال لك بيرمي دابيتي يكون 2023. هذا الاجراء هذا خصكم تحيدوه المغاربه. لا بغيتو تفرحوا البؤساء، الا غرضكم تفرحوا البؤساء، الا غرضكم تفرحوا الفقراء، الا غرضكم تسكنوا الشباب، الا غرضكم تشجعوا على الزواج، اعطيو الناس حقهم بهذه الطريقه هذه وسكنوهم في اي دار ماشي بالضبط تكون مبنيه ب 2023 باستثناء من 10 مليون. فوق 30 مليون غتولي تستافد غير ب 7 مليون. يعني مويا ستونديك هون ستونديك سير دبر راسك، حنا اصلا ما كيتصوروش لنا ديك هو ستونديك الدعم ولا ماشي دعم. شاري دار ب 200 مليون هذا يجي يطلب منك انت الدعم 200 مليون غدوزها